تخيل كده لو اي شو سبيد ظهر فجأة في روما القديمة. اليوم الأول تصحى تلاقي نفسك في شارع روماني كله زحمة، طرق حجرية، صوت السوق عالي، وجنود بيزقوا الناس. وفجأة تبدأ تعمل اللي بتعمله دايما وتصرخ وتعمل صوت الكلب. الناس كلها وقفت تبص عليك، محدش فاهم كلامك، بس الطاقة انتشرت في المكان كله. اليوم التاني الناس بقت تمشي وراك في الفورم. فجأة واحد عجوز يقرب منك، ده سقراط، يبص لك ويقول لو النباح هو قوتك تبقى مين لما تسكت؟ سبيد يبص له ويرد عليه بنباح أعلى من الأول. تبدأ تقلد الجنود، تنبح على التماثيل وتطلع فوق نافورة وتصرخ أعلى من أي حد في المدينة. بس استنى لحظة قبل ما نكمل، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم واعمل لايك واشتراك عشان ما يفوتكش الفيديو الجاي. الحراس نفسهم مش قادرين يمسكوا الضحك، والخبر ينتشر بسرعة. في راجل غريب وصوته عالي وصل روما. اليوم الرابع الجنود يمسكوا سبيد ويودوه قدام الإمبراطور. قاعة رخام كبيرة، حراس واقفين ساكتين. سبيد يبص للإمبراطور مباشرة وينبح. الغرفة كلها تسكت. الإمبراطور ما ضحكش وبعت سبيد فورا إلى الكولوسيوم. اليوم السادس الأبواب تفتح، آلاف الرومان في المدرجات، رمل في كل مكان وسيوف في كل مكان. سبيد يتحرك بسرعة وبطريقة عشوائية، يصرخ أعلى من الجمهور نفسه، وفجأة الجمهور كله يهتف سبيد سبيد سبيد. الأسبوع الثاني قتال ورا قتال، لكن سبيد ما بيقاتلش زي المصارعين، هو بيقاتل زي الفوضى، قفز، صراخ، وحتى نباح في نص المعركة، والجمهور بيعشق ده. بعد شهر روما كلها بقت مهووسة بيه، رسومات على الجدران الحجرية باسمه، يرفع ايده ويصرخ بالاسم الوحيد اللي بقوا فاهمينه، اسمي سبيد ماكسيمس. اليوم الأخير الإمبراطور يناديه للحلبة مرة تانية، معركة أخيرة، السيوف بتتصادم والجمهور بيهز الكولوسيوم كله، لكن في النهاية سبيد خسر المعركة. وقبل ما الفيديو يخلص ما تنساش تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم واعمل لايك واشتراك عشان ما يفوتكش الفيديو الجاي.